معانا بقى اللبن. احنا هنعمل بشاميل على البارد، لان البشاميل اللي على البارد ده ما بيحكمكيش في البشاميل زي ما بنسمع عنه. يقول لك لو هتحط 5 معالق دقيق حط 5 معالق زبده، لو مش عارفه تعملي ايه هتلاقيها كلكعت منك فتروحي ضربه البشاميل في الخلاط. كل ده هنبعد عنه. انت اللي هتتحكمي في السمنه، لو حتى عاوزه تعمليها من غير سمنه. البشاميل اللي هنعمله النهارده لو حتى عاوزه تعمليه من غير سمنه هتعمليه. هو هتحطي اللبن، النص كيلو ده هياخد ليه كيلو لبن. هنحطه على النار. هنحط معاه بقى شويه ملح وفلفل، شويه ملح وفلفل هنحيقه بالملح والفلفل. بس اول لما ينمل بقى، بعد ما تحطي الملح والفلفل وتحسي كده ان هو خلاص قرب يغلي، هنشوف هنعمل ايه. دول معلقتين صلصه، عاوزه تحطيهم في قلب اللحمه خير، مش عاوزه براحتك. بس انا بحب احطها وهي ايه بعد ما تنزل، عشان خاطر ما تبقاش حنطه. اقلبها كده بعد لما تنزل في قلبيها كده، عشان كده كده دي صلصه متسبكه مش محتاجه اهي. لو هتحطي طماطم حطي الطماطم على اللحمه وهي بتتعصج عشان هتنزل ميه. لو هتحطي طماطم بدال الصلصه وهي بتتعصج عشان هتنزل ميه، لكن الصلصه مش هتنزل ميه، فممكن تحطيها وهي كده بعد ما تطلع من على النار.